كنت دايما اقول لكم ان رشدي اباظة اتقدم للفنانه الفلانيه في كل حلقه سيره ذاتيه تقريبا. لكن ما جبناش سيره الجوازات بقى اللي اترفض فيها رشدي اباظة. طبعا كل الناس تستغرب شويه فكره ان رشدي اباظة يترفض، لكن لما تشوف الحلقه بتاعت النهارده تعرف ان هو فعلا عندهم منطق. كان لازم يترفض من جوازات كتير اتجوزها، يعني مش بس اللي رفضوه، كمان اللي اتجوزهم كان المفروض في منهم يرفض. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. حلقة النهاردة كل الستات اللي رفضوا رشدي أباظة، عشان دايما السمعة بفكرة ان رشدي أباظة ما بيترفضش وان مفيش ست رفضته. هنشوف دلوقتي اسباب مختلفة وكلها والله فيها حاجات حلوة، يعني اسباب مختلفة وفيها وجاهة برضو بعضها. يعني مثلا الشهرة العالية بتاعت رشدي أباظة، وان اي ست كانت لازم تبقى معجبة بيه او ان هي توافق عليه لو تقدم لها، هتتبدد خالص من دماغك بعد الحلقة دي. اول واحده كنا اتكلمنا عنها قبل كده طبعا، ودي كانت مريم فخر الدين، وقالت انا ما رضيتش اتجوزه لدرجه ان هو جه البيت عندي وضرب الترباس بتاع الباب بالمسدس. ده الكلام ده قالته صوت وصوره يعني. ولكن والدتها كانت ست اجنبيه زي ما بتقول، يعني هو كان جايب بقى عشاء معاه وجايب حاجه يشربها، فهي رفضت وطلعت استخبت في اوضتها. اما والدة مريم فخر الدين فنزلت قعدت معاه وكلمته وبتاع، وما حصلش انها اتجوزته طبعا بسبب علاقاته الكتيره. تاني حادث رفض معانا قلنا ماجدة الصباحي. بجيب لك الحاجات اللي قلناها قبل كده، ودي كانت اخر حاجه هنقولها لك يعني من اللي قررناهم. اللي جاي كله جديد. ماجدة صباحي او ماجدة الصباحي رفضت الجواز من رشدي أباظة، وكانت ماجدة الصباحي قابلته في أول أفلامها أو في مجموعة أفلام يعني ليها، منها المراهقات وحواء على الطريق، وفيلم نادر اسمه دنيا البنات هنتكلم عنه في حلقة. وحصل قصة حب بينهم وتقدم لخطبتها، يعني هي كانت حباه وقتها، لكن عيلتها رفضوا عشان علاقاته النسائية الكتيرة. وبالتالي ماجدة الصباحي ما اتجوزتش غير إيهاب نافع طبعا زي ما قلنا، يعني بسبب الغيرة يعني اللي حصل انفصال بينهم وما اتجوزتش تاني بعدها. عندنا زينات علوي، دي من اشهر الرقصات اللي خرجت من كازينو بديع مصابني. قلنا بقى كازينو بديع مصابني ده هو اللي طلع فيه اسماعيل ياسين وكل النجوم وقتها طلعوا من كازينو بديع مصابني، وكل المشاهير وقتها كانوا هناك. يعني يعتبر ده ايه ذا فويس بتاع زمان اللي كان بيطلع مواهب يعني. فزينات علوي دي مثلت افلام كتيره واتشهرت وكانت يعني شكلها مألوف يعني للناس، الناس عرفتها مش كراقصه كمان كممثله. هي اللي موجوده في فيلم الزوجه 13 اللي كانت بترقص، وفي الفيلم ده حبها رشدي اباظة طبعا واتقدم للجواز منها، برغم ان هي كانت طبعا معروف انها ما بتتجوزش بسبب مشكله او عقده بينها وبين والدها هنتكلم عنها في حلقه لوحدها. ولكن بسبب العقده دي هي كانت كارهه فكره الجواز. فلما عرض عليها رشدي أباظة الجواز رفضت، لأنها في الفترة دي هو كان متجوز سامية جمال، وهي طبعا راقصة وسامية جمال راقصة صاحبتها، فما رضيتش تخون صاحبتها سامية جمال ورفضت. ست جدعة والله العظيم. بعد كده هند رستم، شاركت في هند رستم رشدي أباظة في أفلام كتير منها صراع في النيل، وبعدها راح متقدم لخطبتها ولكنها رفضته وفضلت عليه الدكتور محمد فياض. لان طبعا انت شفت بعد كده حتى مستقبل جوازتها مع محمد فياض، ده يقول لك ان هند رستم كانت بتفكر بعقلها جدا يعني، واختارت دكتور محمد فياض وكملت حياتها معاه. وطبعا كل ده بسبب ان رشدي اباظة ملوش امان وهي عارفاه كويس جدا. وطبعا هند رستم ما اتجوزتش غير مرتين، قلنا مخرج حسن رضا وخلفت منه بنتها الوحيده، وحصلت المشكله اللي اتكلمنا عنها في الحلقه دي وحلقة تانية يعني قبل كده، وعن انكار النسب يعني بتاعها وبتاع البنت دي وكده. والحلقة التانية والجوازة التانية من فياض سنة 61. عندنا بقى مين؟ الفنانة يسرى سنة 80 عملت فيلم اسمه بياضة مع رشدي أباظة. طبعا رشدي أباظة بتمثل مع واحدة ست طبيعي يتقدم لها على طول، وكانت في بداية مشوارها الفني، وفي الكواليس حصل قصة حب بين الاتنين بالمناسبة، هي كانت بتحبه وهو كان بيحبها، ولكنها في الاخر اعتذرت عشان هي اصغر من بنته اسمت. يعني يعني الفنانه يسرا وقتها كانت اصغر من بنت رشدي اباظة، فالموضوع كان
شبه مستحيل، وحصل ان هم يعني ما كملوش. شوف رشدي اباظة ما سابش، ده لو كان كمل لحد دلوقتي كان ممكن يتقدم لمي عز الدين او لهدى المفتي، من احدث حاجه خالص. عندنا دلوقتي سميحه توفيق، ممثله مصريه برضو، اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده، وهي اخت توخي توفيق. دي اكتشفها يوسف وهبي بالمناسبه، ورشحها للشغل في السينما في الخمسينات كده. وتخيل انها قام عليها يعني صراع كده بين رشدي اباظة والفنان فؤاد المهندس. فؤاد المهندس كان كمان عايز يتجوزها بالمناسبه. واضح ان فؤاد المهندس بيحب الستايل ده، ان فيها برضو يعني ما هياش رفيعه خالص، فاقصد ان فؤاد المهندس بيحب الاوزان دي يمكن. ورشدي اباظة نفس الكلام، كان برضو عايز يتجوزها. طب من سميحه توفيق لسميره توفيق. سميرة توفيق دي كانت رمز الأنوثة والجمال في الستينات في لبنان، وما اشتغلتش في مصر خالص. هي قالت أنا هشتغل في لبنان على طول، مش هشتغل في مصر. وكانت أفلامها اللي في لبنان، وهي كانت بتغني برضه، أفلامها اللي في لبنان كانت بتجيب فيها ممثلين من مصر زي كمال الشناوي ورشدي أباظة. رشدي أباظة راح يمثل، اتقدم لها على طول كده. احنا لسه هنفكر، طالما مثل معاها خلاص راح متقدم لها. خلال التصوير طبعا في فيلم اسمه بدوية في باريس، اعترف رشدي أباظة بحبه ليها. انا مش عارف قلبه ده عبارة عن ايه بصراحة، مول يعني. ده محمد منير كان عامل اغنية اسمها قلب مساكن شعبية، ده قلبه ايه بالظبط مش فاهم. كله بيحبهم، ده بيحب الناس كلها يعني، راجل حبوب جدا بصراحة. شافها راح حبها، لكن عيلتها رفضت. عيلتها قالت ان لنا تقاليد وعادات وكده، ورشدي أباظة يعني يعني ما بيتجوزش كتير، ما بيطول يعني، ما بيطولش مش ما بيتجوزش كتير في العدد يعني، هو في عدد اكتر من كده يعني، يقصدوا ان هو ما بيطولش مع واحده اتجوزها، فاي رفضوا. وطبعا هي يعني رشدي أباظة كان كتب الكلام ده او قاله في جريده الشبكه او مجله الشبكه اللبنانيه، وهي كمان قالت الكلام ده بعدها لما بيسالوها بعد فتره من رحيل رشدي أباظة. بيسالوها قالت لهم عشان عيلتي محافظه كتير وما اتفقناش على الارتباط. يعني هي برضو كان عندها موافقه من ناحيتها، لكن عيلتها في الاخر برضو رفضوا. لحد دلوقتي احنا عندنا تقريبا كل الممثلات يعني اللي اتكلم عنهم رشدي أباظة، واللي هم اتكلموا بسبب يعني رفضهم لرشدي أباظة. واكيد في حاجات ستات تانية هنتكلم عنها في حلقة تانية، غير الستات اللي اتجوزها رشدي أباظة اصلا. يعني الراجل ده تقريبا ما كانش يعني، كان بيجيب وقت منين مش عارف بصراحة لكل هذا الحب، وكل واحدة بيحبها يعني يقول لها انا بحبك، شيء جميل جدا. ويعني اجمل سبب للرفض بصراحه في الحلقه دي عجبني انا، وانت شوف تتفق معاه ولا يعني. في اللي قالت ده اكبر مني او انا اصغر من بنته، وفي اللي رفض عشان يعني شايفينه لعبي زي مريم فخر الدين. وهند رستم شافت انه مش جوازه مستقره، لا الجوازه المستقره اكتر مع جوزها الدكتور محمد فياض. انا اجمل سبب للرفض بقى من الاسباب دي كلها عجبني، هو السبب بتاع زينة علوي، ان هي ما رضيتش تخون صاحبتها سامية جمال اللي كان متجوزها وقتها. طبعا ما ننساش ان رشدي أباظة في بدايته خالص لما تقدم لتحية كاريوكا رفضته في البداية، كان لسه في بدايته. بعدين اتجوزوا بعدها بفترة، بعدين انفصلوا ورفضت انه يرجع لها تاني. نفس الكلام مع صباح، يعني حتى رشدي أباظة اللي بيتجوزها وبينفصلوا بيحاول يرجع تاني برضه، وصباح رفضت انه يرجع لها تاني بعد طبعا ما الجرايد عملت حملة كبيرة جدا عليها وقالوا ان هي خطفته من سامية جمال. ويظل اجمل سبب للرفض عندي اللي هو الراقصة زينة علوي. عجبني جدا وفائها لصديقتها، وكمان بنت نفس المهنة بتاعتها برضو، الرقص. ولنا في التعليقات ايه اكبر سبب، اجمل سبب للرفض في الحلقة دي من رفض النجمات اللي انت شفتهم. اللي حبت جوازة مستقرة شافت ان هو لعبي، اللي شافت انها مش جوازة مستقرة شافت انها اصغر من بنته، اللي ما رضيتش تخون صاحبتها، ولا ايه؟